طنجيه بلا فرناتشي وغير في الدار في الكوكوط. ممكن نحضروا احسن طنجيه كتجي معلكه محمره. كيف ما كيبان لكم هنايا عندنا طنجيه بالبصله الصغيره وباللحم الراس كنحضروها، كتجي لذيذه بزاف. كنتمنى كاملين تابعوني حتى الاخير باش نوريكم الطريقه ديالي. ولكن قبل ما غادي نبداو الطريقه، هادو كاملين اطباق اللي غادي نحضر لكم ان شاء الله في القناه. عندنا اطباق الضيافه، سلطات، عندنا بزاف ديال الوصفات اللي غادي يعجبوكم. وعندي قناه واحده اخرى سميتها وصفتنا اليوم، كنتمنى ترجعوا ليها، راه فيها كاع هاد الوصفات وفيها بزاف ديال الوصفات اللي غادي يعجبوكم. كاينين ديال الضيافه وكاينين ديال النهار الكبير كيف ما كنقولوا، وفي نفس الوقت كاينين اطباق اللي هي بسيطه. كنتمنى تتابعوني حتى الاخير وتشتركوا في القناه، هكذا غادي تراقبوا معايا دائما الفيديوهات اللي كنحط في القناه ديالي. ومباشره غادي ندخلوا لتحضير الوصفه ديال اليوم ان شاء الله. مزيان من الماء. وغادي نحتاجوا هاد المكونات اللي اساسيه في كل طنجيه. اول حاجه غادي نحتاجوا الكمون. غادي نحتاجوا الكمون مطحون. غادي نحتاجوا زيت الزيتون. غادي نحتاجوا بصيلات صغيورين. وهنايا تقريبا عندي 1 كيلو ونص ديال اللحم. غادي نحتاجوا معاه كاس ديال زيت الزيتون. غادي نحتاجوا واحد نص حبه ديال المصير ولا حامض مرقد. كيف ما كيبان لكم هذا هو الحامض الحايل ديال مراكش اللي كيكون شويه كحل وباللون ديالو شويه غامق. وغادي نحتاجوا السمن تقريبا 1 ملعقه كبيره. غادي نحتاجوا راس ديال الثومه اللي غادي يكون مقطع. وغادي نحتاجوا ملعقه ديال الكمون. وغادي نحتاجوا واحد شويه ديال الزعفران شعره ولا ضمه البنه ديال الزعفران. هنايا غادي نحتاجوا بصله تقريبا واحد الكميه ديال نصف كيلو. كيف ما كيبان لكم راه البصيلات صغيورين. الا كانت عندكم البصله البيضاء تقدروا تستعملوها. وهنا تقريبا عندي واحد 2 كيلو ديال اللحم، لحم الراس. كيف ما قلت لكم نتوما تقدروا تبدلوا باش ما بغيتوا. اول حاجه غادي نديروها، غادي ناخذ واحد الاناء ولا واحد الكوكوط. الا ما كناش غادي نصيفطوها للفرناتشي، من الاحسن نديروها في الكوكوط لانه كتحمي لينا كاع دوك النكهات ديال الطنجيه وكتخليهم لداخل، وهكا تجيكم الطنجيه ديالكم معلكه وكتجي منسمه. غادي نحطوا اللحم هو الاول. غادي نضيفوا عليه الثوم. كيف ما قلت لكم راس كبير ديال الثومه اللي غادي يكون مقطع. غادي نحتاجوا ملعقه كبيره ديال السمن، ملعقه ديال الكمون، وغادي نديروا ديك الزويته ديالنا ولا زيت الزيتون. غادي نضيفوا على هذيك ضمه البنه ديال الزعفران. حنايا كنديروا الزعفران شعره، ولكن الا ما كانش متوفر نقدروا نستخدموا هاد ضمه البنه ديال الزعفران حتى هي كتنكه لينا. ومن بعد غادي نضيفوا المصير اللي عندنا. كيف ما كيبان لكم انا ما وضعتش الملح لانه ضمه البنه راها مالحه والمصير حتى هو راه مالح، داكشي علاش انا ما درتش الملحه هكذا باش ما تجيكمش الطنجيه ديالكم كتقسح. غادي نحاولوا ندمجوا دوك المكونات مع بعضياتهم هكذا باش تشرب لينا ديك اللحيمه، تشرب لنا كاع دوك النكهات ديال التوابل. من بعد غادي نحاولوا نوضعوا الماء القياس اللي غادي يطيب لينا ديك اللحيمه. كيف ما كتعرفوا لحم الراس كيحتاج شويه ديال الوقت. غادي نغطيوه شويه بالماء
ومن بعد غادي نضيفو دوك البصيلات اللي عندنا. غادي نغطيو على الكوكوط ديالنا وغادي نوضعوها على النار، على نار مهيله. من الاحسن تكون كيف ما كنقولوا العافيه تكون شمعه هكذا، باش غادي طيب لكم ديك اللحيمه ديالكم وديك الطنجيه ديالكم، وغادي تنغم غير بشويه، وغادي طيب لكم اللحم، وغادي طيب في داك الماء ديالها. وما غاديش تحتاجوا انكم تزيدوا مازال الماء. كيف ما كيبان لكم كنوضعوا الكوكوط ديالنا على نار مهيله وغادي نخليوها تاخذ الوقت ديالها الكافي حتى طيب. مره كنحاولوا نحركوا الكوكوط وما نحلوهاش. الا سمعنا راه مازال كيطرش فيها الماء كنعرفوها راه باقي فيها، والا حسينا غير باللحم بوحدها كنعرفوا بلا راه خصنا نحلوا الكوكوط ونزيدوا واحد شويه ديال الماء. كيف ما كيبان لكم هذا هو الطبق ديالنا النهائي. كتجي واحد الطنجيه اللي معلكه ورائعه جدا. كنتمنى تجربوها بهذه الطريقه. كيف ما كيبان لكم دوك البصيلات راه كيذوبوا وكيعطيكم واحد النكهه اللي لذيذه. ديك الحلاوه ديال البصله كتعطيها واحد المذاق اللي رائع. كيف ما كيبان لكم ممكن انكم تخضروا بهاد البصيلات، راه كيجي طبق مختلف. وكيف ما قلت لكم الا ما كانش كيعجبكم اللحم الراس تقدروا ديروا اللحم الاحمر حتى هو كيجي رائع، ولا الكرعين حتى هما. كنتمنى تتابعوني في المزيد من الفيديوهات. ان شاء الله غادي نحضر معكم طناجي بطرق مختلفه وطرق مبتكره. كنتمنى اللي اول مره كيشاهد القناه ديالي ما يبخلش عليا ويدير جيم ويدير ابوني، وما تنسوش تفعيل الجرس هكذا غادي يوصلكم دائما جديد الفيديوهات ديالي وجديد الوصفات ديالي. كنتمنى تتبعوا هذه الطريقه في هذه الطنجيه، ان شاء الله غادي تحصلوا على واحد النتيجه اللي مرضيه. وممكن انكم الا ما كنتوش كتبغوا هاد البصله الحمراء تقدروا تضيفوا حتى البصله البيضاء الصغيره. وكنتمنى اللي اول مره كيشوف القناه ديالي بارطاجي هذا الفيديو مع الاصدقاء والاحباب ديالو، وانتظروني في المزيد والمزيد من الوصفات اللي ممكن تستافدوا منهم. ورجعوا دائما القناه فيها الكثير من الوصفات اللي غادي يعجبوكم وغادي يرقوكم، كلها هي وصفات ناجحه ورائعه جدا. وصلت معكم لنهايه الفيديو، نتمنى نلقاكم بخير وعلى خير فيديوهات مقبله ووصفات مقبله، وبسلام في وصفه اخرى ان شاء الله.